بطلة الفيلم اسمها نملي، وهي من النوع اللي الموبايل ما بينزلش من ايدها خالص، وده لانها بتشتغل في التسويق الالكتروني لشركة صغيرة. المهم حياتها بكل تفاصيلها من الصبح لحد اخر الليل موجودة على الموبايل، وفي الليل خرجت مع صاحبتها، وبعد يوم طويل من التعب نمت في الاتوبيس وما خدتش بالها انه الموبايل بتاعها وقع. بعدها جه واحد وخد الموبايل. اللي خد الموبايل اسمه جون يونغ، وبعد شوية سمع رنة موبايل نملي صاحبتها اللي مسمياها الجميلة بتكلمها. جون شغل تسجيلات صوتية بيرد بيها وقال يا ريت لو تقولي لصاحبتك تكلمني عشان ارجع لها الموبايل. وبعدها قعد يدور على حسابها في الانستجرام. الجميلة راحت عند نملي عشان تصحيها وقعدت تضحك عليها وهي بتدور على الموبايل. بعدها قالت لها انا لما كلمتك ردت عليا واحدة ست وقالت لي خلي صاحبتك تكلمني وانا هرجع لها الموبايل. ونملي لما كلمته سمعت صوت بنت بتقول لها قابليني في القهوة بعد ساعة وهرجع لك الموبايل. وجون بعد ما قفل السكة حاول يفتح الموبايل بس ما قدرش وكسر الشاشة. في الغابة الشرطة لقت جثة ومفيش أي دليل. المحقق قال لصاحبه في حاجة غريبة، الغابة دي فيها شجرة كرز محدش يعرف مكانها إلا أنا وابني، والجثة اتدفنت قريب من الشجرة دي. اشمعنى الشجرة دي بالذات؟ مش ممكن يكون ابني اللي عمل كده؟ وهو بعد ما هرب من البيت أنا ما سألتش عليه من 7 سنين. صاحبه قال له للأمانة ابنك جبان ومستحيل يعمل كده، بس أنا هدور عليه وهقولك. نملي بتشتغل الصبح في التسويق الإلكتروني وفي الليل بتساعد أبوها في المطعم. بعدها جون كلمها وطبعا هي بتسمع صوت بنت قالت لها أنا آسفة الموبايل وقع واتكسرت الشاشة بالغلط، أنا وديت الموبايل لمحل صيانة موبايلات ودفعت الحساب، كل اللي عليكي إنك تروحي عندهم وتخليهم يغيروا شاشة الموبايل. ولما راحت المحل جون كان لابس طاقية وكمامة عشان ما تشوفش وشه. اداها ورقة تعبيها وتكتب اسمها وشوية معلومات، ولما وصلت عند الباسورد كتبته ايه ده واحد هيصلح الشاشة تديله الباسورد ليه؟ جون غير الشاشة وخد نسخة من بياناتها. بعدها حمل على الموبايل برنامج تجسس. البرنامج ده هيخليه يعرف كل حركة بتعملها على الموبايل، والبرنامج ده بيخلي الكاميرا شغالة طول الوقت، وكمان يقدر يتحكم في الموبايل ويبعت رسائل زي ما هو عايز. ولما خدت الموبايل وخرجت بعتت لصاحبتها وقالت لها الموبايل رجع. بعدها راحت المطعم وشربت من العصير الفريش اللي ابوها بيعمله ومش بيقدمه للزباين. وفي الوقت ده السايكو بيراقبها صوت وصورة. نملي ما خدتش بالها انه الشحن بيخلص بسرعة، والسبب انه برنامج التجسس بيبعت فيديو وكل المعلومات للسايكو، عشان كده البطارية بتخلص بسرعة. وفي الليل جون راح المطعم وطلب العصير الفريش وقالت له انت ازاي عرفت انه في عصير فريش؟ كذب وقال انا شربته عندكم السنة اللي فاتت، وجابت له العصير. وابوها استغرب وقال لها الراجل ده بيكذب، منين عرف انه عندنا العصير ده؟ يلا مش مشكلة. وفي الليل وهي نايمة السايكو كان بيشوف الملفات والصور اللي على الموبايل. جون لانه بيراقبها صوت وصورة عرف عنها حاجات كتيرة، ساكنة فين والمواصلات اللي بتركبها والاكل اللي بتحبه وهتشتري ايه، وكمان اتعرف على صاحبتها وزميلتها في الشغل. نملي قابلت المديرة اللي قالت لها احنا بنكسب كتير من شغل التسويق اللي بتعمليه وانا هديك زيادة بس ما تقوليش لحد. قالت لها طيب وزميلاتي؟ قالت لها انا هوعدك هزودهم المرة اللي جاية. الكلام ده كله السايكو كان شايفه صوت وصورة. السايكو استغل انها قاعدة في الشغل وراح بيتها وقعد يفتشه ويصوره. صاحب المحقق قال له ابنك اتخلص من الموبايل بتاعه من 2 سنين، يعني بقاله 2 سنين من غير موبايل، والغريب في الموضوع انه بيصلح موبايلات وهو ما عندوش موبايل. المحقق بدأ يشك في ابنه وراح بيته ويدخل البيت بعد ما اتأكد ان ابنه مش موجود، وقعد يدور على دليل وشاف عنده صورة البنت اللي اتقتلت في الغابة. بعدها شاف شنطة فيها الموبايلات والكروت اللي بيطبعها ويضحك بيها على الناس، ايشي مستثمر وايشي جراح وايشي مش عارف ايه. بعدها شاف الدفتر اللي كتب عليه ادق معلومات الضحية. وقت ده جون رجع البيت وشاف ان ابوه دخل البيت وبعت له رسالة بيقول له بقالي زمان ما شفتكش، وبعت له الصورة وهو بيفتش البيت دلوقتي. بعدها خرج يشوف الواد فينه. بعدها بعت له رسالة تانية من السطوح. الاب راح جري وجون خدعه ورجع الشقة وغرق الأدلة وخد الشنطة اللي فيها العدة.
السايكو خد الشنطة وراح عند المطعم اللي بتشتغل فيه مانلي اللي كانت منزلة اعلان انها هتبيع سي الاغاني، والسايكو جه عشان يشتري منها وقالت له انت اللي جيت امبارح وطلبت العصير؟ ايه الغباوة دي؟ مانلي ما شكتش فيه خالص واعتبرت انه دي صدفة. وبعد ما خلصوا الشغل ابوها قال لها الراجل ده غريب، امبارح قعد يكذب وكمان حكاية العصير، والنهاردة بيجي المطعم يشتري منك حاجة وقال ايه بالصدفة في حاجة غريبة، خدي بالك منه. السايكو لما سمع الكلام ده فهم ان ابوها بيشك فيه، عشان كده راح عند الاب وضربه، بعدها ربطه وفي نفس الوقت كان بيراقبها. السايكو امبارح في الليل دخل على موبايل نملي ونزل بوستات يشوه صورة الشركة، وفي الصبح وهي رايحة الشركة اتفاجئت انها نزلت بوستات دمرت الشركة، وانها غلطت في صاحبتها وكمان غلطت في المديرة. المشكلة انها ما عملتش كده، ولما وصلت الشركة صاحبتها كانوا قرفانين منها وقالت لهم الموبايل بتاعي في حد اخترقه، مش انا اللي عملت كده. المديرة قالت لها مفيش فرق انتي ولا مش انتي، خلاص الشركة انتهت، ورمتها بره الشركة. كل ده والسايكو كان بيتفرج. السايكو كان عنده خطة واضحة انه يكره الناس فيها عشان لما يقتلها محدش يسأل فيها. والسايكو خطف الاب ودمر صاحبتها في الشغل، ومش فاضل غير الجميلة. نملي وصاحبتها راحوا الشرطة وحدة الامن السبراني، وهناك الموظف قال لهم مفيش اي دليل ان الموبايل اتهكر، جيبي دليل وراجعينا من تاني. نملي كلمت جون لو بتفهم في الحاجات دي يا ريت تساعدني، في حد اخترق الموبايل. والاب كان متربط ومرمي على الارض، وجون قال له في 3 ايام بس قدرت تعرف كل حاجة عن بنتك، والاب بيترجى فيه ما يأذيهاش. السايكو قال له بنتك لو فضلت غبية مش هأذيها، واذا حاولت تعمل لي فيها ذكية انا هخلص عليها. وقال لابوها انت اب كويس بتسأل على بنتك، مش زي ابويا بعد ما هربت ما حاولش يدور عليا. نملي والجميلة قابلوا السايكو اللي عامل لي فيها خبير في امن المعلومات. السايكو مثل الدور كويس انه بيفهم في الموضوع ده، وقال لها انت في حد ينزل برنامج تجسس على موبايلك، وانت لو خدت بالك الشحن بيخلص بسرعة لانه البرنامج بيرسل معلوماتك للي بيتجسس. انا همسح البرنامج ده وخد اتفضلي الموبايل نضيف. طبعا هو ما مسحش حاجة، كان بيمثل. وهو خارج قال لها انا عايز اقولك حاجة، في حد قريب منك هو اللي نزل البرنامج، وكان بيلمح انه الجميلة هي اللي عملت كده. نملي كلمت الجميلة وقالت لها انت اللي عملت كده. الجميلة ما صدقتش انه صاحبتها بتشك فيها، وقالت لها اوعى اشوف وشك تاني. بكده نجحت خطة السايكو، ومفيش حد هيسأل على نملي لما يخلص عليها. نملي لما فكرت شوية اتأكدت انه الجميلة مستحيل تعمل كده، واكيد اللي حمل برنامج التجسس هو الراجل اللي غير لها الشاشة. وفي الوقت ده الشرطة لقت جثث كتير، والمحقق بدأ يشك اكتر في ابنه وراح يدور على محل الموبايلات بتاع ابنه. وكالعادة ابنه كان مغرق كل الادلة، بس خد باله ان ابنه عنده ضحية جديدة. ولما جاي يخرج قابل نملي اللي كانت بتدور على الراجل اللي بيشتغل هنا، وقالت له على اللي حصل. قال لها الراجل ده بيدور على الفضايح وبيهدد الناس، وما قالهاش انه ده مجرم خطير قتل ناس كتير عشان ما يخوفهاش. واتفق معاها انها تتصرف طبيعي وما تقفلش الموبايل، وقالت له انا هجيبه عندي وانتوا استنوه لما يجي واقبضوا عليه. نملي كلمته وقالت له تعالى البيت، والمحقق والشرطي كانوا مستنيينه. ولما وصل حصروه وقالوا له سلم نفسك يا جون. السايكو لف وشه وقال لهم انا مش جون. الشرطي نزل سلاحه لما شافه، لانه ده مش جون، ده مش ابنه، وده واحد معدي من هنا، وسابوه يمشي. السؤال هنا الراجل ده ما يبقاش جون، امال السايكو ده يبقى مين؟ وفين جون؟ المحقق كان عايز يطمن على نملي ووصلها عند بيت ابوها تنام عنده، واداها الكارت وقالت له انا لو كتبت الرسالة دي اعرف اني في خطر. ووريته الرسالة، بس احنا مش عارفين ايه هي رسالة الخطر. المهم دخلت البيت ولقت ابوها نايم. بعدها جاتها رسالة من السايكو انت غيرت الموبايل؟ قالت له اه. وهي بتكلمه بتسمع صوت الموبايل لما يستلم الرسائل، وفهمت انه السايكو موجود في البيت. وراحت اوضة ابوها وما لقيتوش. ولما حاولت تكلم الشرطة السايكو كان بيمسح النمرة وما قدرتش تكلمهم. وبعدها سمعت صوت ابوها، ولما لحقت الصوت في الاخر طلع تسجيل. بعدها شافت السايكو وقال لها انت خربتي عليا كل حاجة.
وفي الوقت ده المحقق جات له مكالمة من القسم: ابنك مات من سنة ولقينا الجثة مرمية على الشط. ونرجع للسايكو اللي خلى نملي تبعت رسالة للمحقق: كل حاجة تمام وانا رايحة انام. وبعتت الرسالة ورمت الكارت. نملي سألته: انت ليه عملت كده؟ قال لها: لاني انا اللي لقيت الموبايل بتاعك. ايوه عشاني لقيته، يعني مش ضروري يكون في سبب شخصي. بعدها سابها ودخل الحمام، وبعد شوية سمعت صوت، جابت حديدة ودخلت وراه، ولقت السايكو مربط ابوها ورميه جوه البانيو، وقال لها: ارمي اللي معاكي وبطلي الدراما الرخيصة واربطي رجليكي. وبعد شوية شغل المية وهيغرق ابوها، وقعدت تعيط وقالت له: ما تقتلوش، انا مستعد اعمل اللي انت عايزه. قال لها: طيب انت اللي هتموتيه. وقفل بقها ورماها في البانيو مع ابوها عشان تكتمه ويموت. السايكو بيحب يصور ضحاياه قبل ما يموتوا. بعدها خرج يستريح وشاف الكارت اللي رمته نملي. كتبت: لو في خطر انا هكلمك، مش هبعت رسالة. السايكو افتكر انه خلاها تبعت رسالة، يعني المحقق فهم انها في خطر. ولما بص من الشباك الشرطي وصل، ولما حاول يهجم عليه جاء المحقق وضرب السايكو وكلبشه، والشرطي راح الحمام وخرجهم من المية. المحقق قال له: ابني فين؟ السايكو بص عليه قال له: شوف الشنطة. المحقق فهم انه السايكو انتحل شخصية ابنه وهو اللي راقبه، بعدها قتله. ولما فتح الموبايل لقى صورة ابنه قبل ما يموت. المحقق كان عايز يخلص عليه. السايكو قال له: انا اسف، انا هروح السجن، نزل المسدس. خلاص قلت لك انا اسف. وقعد يضحك. نملي فاقت وشافت ابوها بيموت قدام عينيها، وسمعت السايكو وهو بيقول انا اسف وبيضحك. خدت بالها ان الشرطي مسدسه على الارض، خدته وضربت نار على السايكو. والمحقق خد المسدس منها عشان يحميها. وبعد شوية سمعت صوت ابوها بينده عليها، والسايكو لسه عايش، والناس بتصور كل حاجة، موبايلات في موبايلات. وفي اليوم التاني عناوين نشرات الاخبار كانت: وقعت الموبايل فاستهدفها القاتل المتسلسل. السايكو محدش يعرف هو مين لانه اتولد ومحدش سجله، والناس كانت بتدور على نملي علشان يقفوا جنبها. وفي عصر الموبايلات الذكية خدوا بالكم من معلوماتكم الشخصية.